أفاد تقرير صحفي إيطالي اليوم الثلاثاء بأن ليفربول بدأ في متابعة سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا، ويعاني ليفربول من نقص حاد في خط الوسط بسبب الإصابات المتكررة التي تلاحق لاعبي هذا المركز. وبحسب صحيفة كوريلي ديلي سبورت الإيطالية، فإن الألماني يورغين كلوب المدير الفني لليفربول بدأ في متابعة أمرابط منذ فترة خلال مباريات الدوري الإيطالي، ويواصل متابعته حاليا في مونديال قطر مع أسود الأطلس. وأكدت الصحيفة أن المستوى الذي يقدمه أمرابط حاليا في كأس العالم جعل اهتمام كلوب وليفربول يتصاعد لضمه في يناير كانون الثاني المقبل. وختمت بأن فيورنتينا يرغب في تجديد عقد النجم المغربي الذي ينتهي في صيف 2024. أبدى اللاعب السنغالي بوناصار التزامه رفقة أفراد منتخب بلاده بمناصرة المنتخب المغربي في المباراة القادمة أمام كندا، مثل ما ساند المغاربة أسود التيرانغا في المباراة التي خاضوها أمام الإكوادور والتي تأهلوا على إثرها إلى ثمن نهائي كأس العالم. ونشر لاعب بايرن ميونخ صورة تظهر أحد المناصرين المغاربة في المدرجات وسط مشجعي المنتخب السنغالي خلال مقابلة الإكوادور، معلقا عليها بالقول عبر خاصية ستوري بموقع انستغرام: إخواني المغاربة، سنساندكم بنفس الطريقة التي دعمتمونا بها في المباراة القادمة.